اهلا وسهلا بحضراتكم في قناه ريمين كيمي لتعليم اللغه القبطيه. قبل ما نعرف او قبل ما نتعلم اللغه القبطيه لازم نعرف يعني ايه كلمه قبطي، وايه تاريخ اللغه القبطيه ووصلت لنا في بالصوره الحاليه ازاي. طيب، اولا معنى كلمه قبطي. كلمه قبطي جايه من الكلمه المصريه القديمه اللي هي ها قا بتاح، ومعناها بيت روح بتاح، وكانت بتطلق على العاصمة في مصر القديمة، يعني معناها مصر. يعني كلمة هاكا بتاح معناها مصر. الإغريق لما خدوا الاسم سموها هيجي بتوس، لأنهم ضافوا عليها الاس زي الضمة كده، وبعد كده تناقلها العرب بقت هيجيبتوس، بقت قبطي، وقبطي معناها مصر أو مصري. طيب، احنا ليه بندرس اللغة القبطية؟ لازم نفهم ان اللغة القبطية هي امتداد للغة المصرية القديمة. يعني الكلام او الجمل اللي كانت بتتقال من الاف السنين، احنا ما زلنا لغايه وقتنا الحالي بنقول بعض الكلمات من اصل مصري قديم. يعني مثلا لما بقول مثلا هجاص، خرشمه، شفلطه، لما اقول الولد ده بيتهته بيتهته في الكلام يعني بيتلعثم في الكلام، يعني دي كلمه اساسا تهته معناها بيتلعثم في الكلام، ودي كلمه مصريه قديمه. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام. ناقصين لبخه. ده عايز يتعالج ويجي لنا. طيب، ازاي وصلت لنا اللغة القبطية في الشكل الحالي ده؟ طيب، اللغة القبطية عشان توصل لنا المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي مرت بكذا فترة، ونقدر نقول بأربع مراحل. بدأت بال تي خا تي خا تي خا تي خا رو فا رو فا رو فا رو فا او يا او يا. بعيدا عن فيلم الناظر طبعا، اللغة القبطية مرت بمراحل أربعة، نقدر نقول بأربع خطوط. أول خط كان الخط الهيروغليفي. نلاحظ إن الخط الهيروغليفي ده خط وليس لغة، يعني لما حد ما ينفعش أقول مثلا أنا بتكلم هيروغليفي، مفيش حاجة اسمها أنا بتكلم هيروغليفي. الهيروغليفي ده كان عبارة عن خط أو طريقة تواصل مع المصري القديم. فهو كان بيستخدم الهيروغليفي في الكتابة، وكلمة هيروغليفي جاية من هيروس جيلوفز، اللي هي نقش باليوناني معناها نقش هيروس، نقش مقدس. طيب، الهيروغليفي كان بيتكتب على جدران المعابد عشان المصري القديم يعرف ان مثلا بياخد شكل معين، ياخد شكل العنخ او مفتاح الحياة بيرمز للمفتاح. لان كان مثلا مفتاح الحياه بالنسبه له كان عباره عن مفتاح اللي هو بيمثل من فوق زي دايره زي نقطه الميه، ومن النص اللي هو شبه الصليب كده، بس ده كان عباره عن الهواء، ومن تحت اللي هو بقيه الصليب اللي هو شبه الشمس. عايز يقول لنا المصري القديم ان مفتاح الحياه اللي هو العنخ بيمثل الميه والهواء والشمس، فهي دي بالنسبه له الحياه. فعشان كده رمز العنخ دي اللي هو الحياه. ده كان بالنسبة للغة الهيروغليفية، أو سوري للخط الهيروغليفي. بعد كده بعد كده تطلب الخط الثاني اللي هو الخط الهيراتيكي، والهيراتيكي اللي هو كان خاص بالكهنة واللي هم بيكتبوا في المعابد. الكهنة كانوا بيستخدموا الخط الهيراتيكي. الخط الثالث اللي هو بدأ يكتب بيه عامة الشعب، لأن كان بالنسبة لهم الهيروغليفي والهيراتيكي كان صعب عليهم، فعامة الشعب استخدموا خط اسمه الديموتيكي. الخط الديموتيكي ده كان حوالي في الأسرة الخامسة والعشرين، وكان لعامة الشعب. فكان بالنسبة لهم بيستخدموا الخط الديموتيكي أو الخطوط أو الخط الشعبي. الثلاث خطوط سواء الهيروغليفي أو الهيراتيكي أو الديموتيكي كانوا عبارة عن رموز أكتر ما هي حروف. بدأ بعد كده مع دخول الإسكندر الأكبر مصر، وبقت مصر تحت الحكم اليوناني. دخل البطالمة كانوا بيجبروا أو بيحاولوا يفرضوا الثقافة اليونانية على مصر، ويستخدموا اللغة اليونانية. لكن المصري طبعا معروف يعني ان هو ما حدش يأثر فيه، بالعكس هو ليه ثقافته الخاصة بيه.
فالمصريين القدماء بدأت، أو في عصر البطالمة بدأوا بحالات فردية بيستخدموا الحروف اليوناني، ياخدوا من الحروف اليوناني ويكتبوا بيها الكلام المصري. يعني زي دلوقتي ما بنقول مثلا إن الفرنك قربوا. فعلى سبيل المثال يعني مثلا يعني لما قلنا كلمة المفتاح اللي هو رمز اللي هو معناه عنخ أو معناه كلمة حياة، فكان بالنسبة لهم كلمة حياة بالمصري معناها عنخ، فهم عشان يكتبوها بالحروف اليوناني كتبوها بالأوميجا أونخ، كتبوها أونخ، بقت أونخ معناها حياة باللغة القبطية. فاللغة القبطية كانت يعني مزيج من الحروف الأبجدية اليونانية، وضافوا عليها 7 حروف من أصل ديموطيقي، اللي هم آخر ال7 حروف اللي هم شاي فاي خاي هوري جانجا اتشيما تي. يعني المرحلة الأخيرة في اللغة القبطية بدأت نقول من العصر البطلمي، إن إحنا أخدنا 24 حرف من اللغة اليونانية من أول الألفا لغاية الأوميجا، وأضفنا ليهم ال7 حروف اللي هي من أصل ديموطيقي زي الشاي الفاي الخاي الهوري الجانجا الاتشيما تي، وكونوا عندنا اللي هي 32 حرف كانت بداية اللغة القبطية أو بداية الأبجدية القبطية. وبقت الأبجدية القبطية مختلفة في القواعد بتاعتها عن اللغة اليونانية، وكانها لغة خاصة بينا احنا. طب الموضوع وصل لينا ازاي بالطريقة دي، وفهمنا بدأنا نفهم اللغة القبطية دي ازاي؟ احنا كان في حدث نقول حدث جلل حصل في مصر، اللي هو الحملة الفرنسية على مصر. وبعد الحملة الفرنسية يعني حوالي سنة 1822 كان في شامبليون طبعا العالم الفرنسي اللي فك رموز حجر رشيد. طبعا هو ما فكهوش لوحده، لان كان بيساعده كاهن مصري اسمه يوحنا الشفاتشي، كان مسافر مع الحملة الفرنسية وكان دارس للغة القبطية. طيب عشان نفهم فك الرموز ازاي، الحجر رشيد نفسه كان عبارة عن رسالة من احد ملوك البطالمة مكتوبة ب3 لغات. هو نفس النص مكتوب ب3 لغات، النص اللي من فوق مكتوب بالهيروغليفي، والنص اللي في النص مكتوب بالديموطيقي اللي هو المصري القديم، والنص اللي من تحت خالص مكتوب باليوناني القديم. هو طبعا كل اللي عمله شامبليون بمساعدة الكاهن المصري اللي هو يوحنا الشفاتشي قدر يفك او يعرف شفرة الرموز دي، وبدأت تظهر لنا يعني عظمة الحضارة المصرية زي ما بنقول، وبدأ نفهم جات ازاي الحضارة المصرية، وجات ازاي وصلت لنا اللغة وكده يعني. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل احنا مثلا اخدنا اللغة من اليونان، او نقدر نقول مثلا يعني اخدنا مجهود اليونان او سرقنا الحروف اليونانية عشان نعمل لغة خاصة بينا؟ مالك يا حاج قرفان مني كده زي ما يكون في حبهان تحت ضرسك؟ ليه القرف ده كله؟ ما ذاكرتش ده الايام اللي فاتت. وانت ما ذاكرتش ليه طول حياتك؟ جاي تاخد نحو الاميه وانت لا طبعا الحضارة المصرية هي أقدم الحضارات، ونقدر نقول إن الفينيقيين أخذوا من الكتابة الهيروغليفية وبدأوا يعملوا حروف، ومن الحروف دي أخذ منهم اليونان. يعني اليونان أخذت من الفينيقيين اللي هم أخذوا مننا، يعني إحنا خدنا الحروف اللي هم كانوا واخدين منها وعملوا الأبجدية بتاعتهم. يعني إحنا الأصل زي ما بنقول. طبعا إحنا كاللغة القبطية كان في بعض التغييرات طبعا على بعض الكلمات. أخذنا بعض الكلمات اليونانية وغيرنا منها، وأخذنا بعض الكلمات اليونانية واحتفظنا بيها، لأن طبعا الإنجيل كان مكتوب باللغة اليونانية. فاوريدي يعني في العصور الأولى الكنيسة ما حبتش تغير من بعض الكلمات اللي هي خاصة بالمسيحية زي خريستوس، يسوس،
فهنا بدأت طبعا نقدر نقول ان اللغة القبطية بدأت كرسمية، مثلا نقول مثلا في القرن الثاني الثالث الميلادي، كلغة ليها القواعد الخاصة بتاعتها وكده يعني.